كيفاش كتشوف هذه البطوله عموما بنظره شموليه على البطوله؟ ولكن اسمح لي الاخ المحترم، قبل ما نجاوبك على هذا السؤال رجعوا شويه للوراء التاريخ. اولا الوداد الرياضي البيضاوي سبق ليه تلاقى مع هذا الفريق النيجيري مره واحده، انيمبا مره واحده، اعتقد انه 2011 كنا انتصرنا باصابه واحده للصفر وتعادلنا معهم 0-0. فيما يخص هذه المباراه اللي حضرها تقريبا واحد 60,000 ديال الجمهور مركب محمد الخامس، وكانت مباراه شيقه خاصه الشوط الاول اللي استعصى على اللاعبين تسجيل الاصابه، لان كان واحد الهيجان على المرمى ديال الحارس ديال النيجيري. ولكن في الشوط الثاني تمكنت الوداد باش تسجل هذيك الاصابه باسكال عن طريق البينيني، اللاعب البينيني باسكال، من واحد التمريره ديال ياسين الكحل اللي كان ممتاز وتنحييه من هذا المنبر. واللي كان عجبني بزاف في هذيك المباراه هو ايوب سكوما اللي ما شاء الله كان هائل. ولكن كانت الظروف مواتيه، وكاينه واحد القضيه على ان المؤسسه الوداديه اللي كانت في هذيك الفتره ديال 2011 كان سي رئيس النادي السي عبد الاله اكرم، وكانوا مجموعه من المسيرين من بينهم سي حميد حسني الطاسيلي. كان واحد الانسجام، كان واحد العمل المستمر اللي يشكرون على ذلك. وكان المدرب هو السويسري شارل السويسري ديكاستل اللي تنحيي. يعني كانوا الوداد الرياضي كان وصل للفينال امام الترجي، وكانت يعني رابط يعني نهائي. المهم على اي حال هذه المباراه من اجل الذكرى نذكروا معك لان دائما خصنا نرجعوا للوراء باش دائما الهجمه كتبدا من الدفاع وكنمشيو للهجوم. تماما ماركي لنا البيت تماما. يلاه هجم دابا بطبيعه الحال. هجمني ناس. اولا الوداد الرياضي تتمثل المملكه المغربيه، على اعتبار ان النادي فريق مرجعي اسطوري تاريخي الى اخره. الوداد تتلعب بواحد الثوب ديال المملكه المغربيه، ومطالبه فيما يخص هاد السوبر ليغ على انها تبان بواحد المظهر ايجابي اللي تفرح اولا المغاربه وتفرح الجماهير الوداديه. انا بالنسبه لي تنشوف ان الوداد حاليا في هذه الظروف كاين تحسن، كاين امور كلها غدا على احسن ما يرام، خاصه في المؤسسه الوداديه اللي رئيس من المسيرين من جميع الفعاليات ديال الوداد غاديين موفرين جميع الالتزامات وواقفين على الامور ديالهم على احسن ما يرام. وهو اللي خلى ان الكاف والفيفا تختار الفريق اللي واجد هو الوداد الرياضي البيضاوي. وفعلا الوداد واجده،